بما قلنا الفيديو اللي فات ان السيدة آمنة حست ان الشطر الاهم من رسالتها خلص بعد ما وضعت ابنها المبشر بانه سيد هذه الامة، وسلمت نفسها لاشجان الذكرى والاحزان. ده اثر في صحتها لحد ما خلى لبن الام يجف، فخدته وراحت لثوبية اللي كانت رضعت قبل كده عمه حمزة. لكن الامر ده ما غابش كتير، لان المراضع جاءت من بني سعد عشان يعرضوا خدماتهم على نساء قريش. لكن كل ما تيجي مرضعة عن سيدنا محمد وتشوفه وتلاقيه يتيم تسيبه وتمشي. والامر ده زعل السيدة آمنة قوي، عشان تتفاجئ ان المرضعة حليمة بنت زؤيب السعدي اللي جات لها في اول النهار رجعت تاني عشان تاخد سيدنا محمد، وهي زوجة الحارث بن عبد العزي من قبيلة هوازن. وكان عندهم ابناء شرفوا باخوة محمد من الرضاعة، وهم عبد الله وأنيسة والشيماء اللي كانت بتحضن سيدنا محمد وبتعتني بيه مع أمها. عشان تحكي حليمة السعدية إن السنة اللي خدت فيها محمد كانت سنة عجفاء، حتى الناقة اللي كانت جاية بيها مكة كانت ناقة مسنة مش قادرة تمشي أصلا. ولما خدته وهي راجعة، الناس أصلا اللي كانوا جايين معاها من بني سعد بيقولوا لها هي دي الناقة اللي انت كنت جاية بيها. اتفاجئوا ان هي اجتازت بيها الصحراء في وقت اقل بكتير من اللي كانت جاية فيه، وان حتى اللبن ما كانش بيكفي ابنها بس، لكن لما جه سيدنا محمد اللبن بقى يكفي سيدنا محمد وابنها ويفيد منه كمان. وان الخير اقدم مع قدوم هذا المولود، لحد جوزها ما قال لها والله يا حليمة لقد اخذت نسمة مباركة. وفضل سيدنا محمد مع حليمة السعدية سنتين، وترعرع في رحاب البادية من قبيلة بني سعد، واكتسب الفصاحة منهم، لأن قبيلة بني سعد من أعرق القبائل وأفصحها. وكانت السيدة آمنة في كل يوم من الأيام دي بتستنى ابنها يرجع، لحد ما رجعت بيه حليمة السعدية بعد سنتين وشافت ابنها وقرت عينيها منه. والسيدة حليمة السعدية استأذنت ان هي تاخده منها كمان سنتين عشان تعتني بيه، وقعدت تكلمها ان جو مكة حر ومرهق وشديد، وان هو هيكون احسن في جو البادية. ووافقت السيدة آمنة ان السيدة حليمة السعدية تاخده بعد ما شافت ابنها بصحة كويسة، وانه كمان ما شاء الله عليه اكبر من سنه. وخدته السيدة حليمة ورجعت بيه، عشان تتفاجئ السيدة آمنة ان هما رجعوا تاني بعد فترة قليلة جدا، وفرحت جدا بابنها. لكن ده برضو ما اخفاش استغرابها وتساؤلها ان هي رجعت ليه بيه قبل السنتين، عشان السيدة حليمة السعدية تقول لها ان هو تعب فهم خافوا عليه فجابوه. ان السيدة آمنة ما بتصدقهاش وتسألها اذا كانت مخبية عليها حاجة، عشان تحكي لها السيدة حليمة السعدية عن قصة شق قلب النبي، انه لما كان بيلعب مع الاطفال من بني سعد في رجلين خدوه ونيموا وشقوا قلبه عشان يطلعوا منه حاجة، وشافوا الموقف اللي حصل ده ابنهم وراح جري يحكي لأبي الحارث والحليمة السعدية عشان يرجعوا يلاقوا محمد بيلعب ما بين الأطفال. السيدة آمنة سألتها انت خفتي ان يكون أصابه الشيطان؟ فالسيدة حليمة قالت لها بصراحة ايوه، لكن السيدة آمنة طمنتها وقالت لها ان ابنها مبارك وان الشيطان ملوش حظ منه، عشان تحكي لها الرؤى اللي كان بتشوفها اول ما حملت فيه، وتحكي لها كمان على يوم ولادته وانه كان سهل ويسير. كمان تتذكر السيدة حليمة السعدية واثناء ما السيدة آمنة بتحكي اول مرة كانت واخداه وراجعة بيه وهو طفل، ان جماعة من اليهود وقفوها وسألوها اذا كان الطفل ده يتيم، فهي قالت لهم لا، ان هي امه وجوزها ابوه. قالوا لها ان الطفل ده لو يتيم احنا هنقتله. تذكر كمان وهي راجعة بيه المرة اللي فاتت وهو عمره سنتين، ان قوم من بني الحبشة قابلوها في رحلتها وسألوها ان هم ياخدوا الطفل ده منها، لان الطفل ده ليه قيمة بني سعد ما يعرفوهاش. لكن السيدة حليمة السعدية خدت الولد وفضلت تجري بيه وهربت لحد ما وصلت ديار بني سعد. وبكده يكون دور حليمة السعدية انتهى. استنونا بكرة في فيديو جديد الساعة 5 عشان نكمل باقي قصتنا مع السيدة آمنة. ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت ارجع شوفها عشان تكون ماشي معانا على الخط.